السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ استنوا شوية، هفضفض لكم جوا المول. أنا لما عملت هذه القناة من البداية أنا ذكرت القناة دي اتعملت عشان تكون قناة جولات فقط، جولات وبعض من يومياتي أنا كاتباها حتى عندي. ما أعرف كيف بقدرة قادر وما أعرف كيف الأمور خرجت عن السيطرة. مرة واحدة لقيت قناتي صار فيها فضفضة كتير وكل يوم والتاني أكتشف حاجة غريبة وحاجة جديدة وناس تعرفني وناس ما تعرفني وحاجة يعني صراحة شيء يزعل، يعني حاجة مضحكة شوية، تزعل شوية، غريبة شوية، مو معقول يعني. كل هذه الناس بتعرفني، كل هذه الناس يا ربي، وكله ساكت ما حد يتكلم. طيب على راحتكم، انتم ما تبوا تتكلموا ما في أي مشكلة، على راحتكم. لو كنتوا انتم مكاني هتزعلوا ولا مش هتزعلوا؟ هتستغربوا طيب على الأقل ولا لا؟ يعني معقولة القناة جابت لي ناس افترقت عنهم كل هذه السنين، كل هذا العمر، سنين طويلة، ولسه فاكريني؟ لسه بتتصور معنا. قولي هاي. هاي هاي، ليه تخافي؟ ما في شيء. خايفة؟ 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 لا تهاجميني. خايفة؟ انتي خايفة؟ طب قولي هاي. طيب يلا قولي هاي، قولي هاي، قولي هاي، قولي هاي. هاي خلاص على راحتك. طيب يلا باي. مو راضية تقول هاي؟ طيب ما في مشكلة. لقيت كرسي فاضي أجلس شوية أتكلم معاكم. ربنا اللي يعلم إني ما بعمل هذا الفيديو عشان أحصل على اهتمام أو أحاول أعمل مشكلة أو حابة تعمل شو عشان قناتها ضعيفة ومشاهداتها قليلة وتبي ترفع قناتها بأنها تقعد كل يوم والتاني تنزل لنا فيديو من هذا النوع، وكمان لها غايبة 4 شهور والقناة واقفة 4 شهور، وهذا الشيء هيخلي القناة تنزل تحت بدل ما تطلع لفوق. أنا بتكلم مجرد فضفضة بس مش أكتر. إنه وحدة تعرفني من هذاك الزمان البعيد وإحنا أطفال تطلع لي اليوم. عارفين المشكلة فين؟ المشكلة إنها تكرهني، تصرفاتها معايا كانت عدوانية، تكرهني. كيف اليوم لما تقابلني في السوشيال ميديا بهذا الشكل ما تقول يعني على الأقل هذه هي البنت اللي كنت أعرفها؟
ما أعرف إيش السبب اللي بيخلي دائما نصيبي وقدري إنه ربنا يحط الناس الوحشة في طريقي، الناس الخبيثة أو الناس لسانها طويل ويحبوا المشاكل، وأنا إنسانة بسيطة ومسالمة ومش مدح في نفسي، لكن هذه الحقيقة. إيش الحكمة يا رب من إنه طول الوقت الناس الوحشة دي بتطلع لي في حياتي؟ افترقت عنهم من زمان، طلعوا لي الآن في السوشيال ميديا، لقيتها في قناتي. بصراحة رد فعلي كان إني مصدومة مستغربة. بس على فكرة أنا مش عاملة هذا الفيديو عشان أعمل فيديو كامل علشانها هي، ليه؟ مو لهذه الدرجة. بصراحة أنا بعمله لنفسي. أنا مستغربة من كل اللي بيحصل ده. أنا مثلا ما أتذكر إحنا كيف تعرفنا على بعض أو كيف دخلت حياتي، أو كل اللي أعرفه وأتذكره كويس كلامها، أسلوبها، نظراتها. صراحة كانت إنسانة للأسف عدوانية نوعا ما، عنصرية، أسلوبها كده مش مريح. يعني القدر جمعني فيها، وأنا إنسانة على نياتي وبريئة. يعني أنا اللي هذا عمري على نياتي وبريئة. كيف لما كنت معاها؟ كيف لما كنا في هذا العمر الصغير؟ ما كنت أقدر أفهم كلامها، أسلوبها، تلميحاتها، ما كان مريح التعامل معاها. كنت مجبورة إني أتعامل معاها، مجبورة، يعني مضطرة، مقصوبة. هذا هو، أكثر من كده لا. الناس كل من تكبر، كل من تدرس، تتعلم، تقرأ، يكون عندها ثقافة عالية، بيفهموا أكتر تصرفات الناس، نفسيتها، ليش يتكلم يقول هذه الكلمة، ليش يطالع فيك بهذه النظرة، أو ليش دائما يسيء الظن فيك، ليش دائما يشوه صورتك. يعني في حاجة غلط، مو معقول. فما بالك إنه في طفلة بتعمل كل ده؟ يعني هي الطفلة تعلمت من مين طيب؟ الطفل يتعلم من المجتمع، من العيلة، من المدرسة، من الناس اللي يشوفهم، اللي يختلط فيهم، أخوانه الكبار، أمه وأبوه، هدول اللي يتعلم منهم. إن شاء الله جده وجدته يتعلم منهم. طلعت برا، هرجع جوا، لكن هكمل هنا شوية. أنا لما عرفت إنه هذه البنت بتتابعني، أنا بصراحة زعلت، ما فرحت، استغربت، حسيت بهذا الشعور إنه لا، أنا عانيت من وجودك في حياتي، في الواقع كمان تطلعي لي في العالم الافتراضي. ما دام إنك دخلتي علي القناة، هضطر أقول لك أهلا وسهلا فيك. عارفة ليه؟ عشان أنا إنسانة بعمل بأصلي، أعمل بتربيتي، أعمل بأخلاقي، مش أخلاقك أنتي، أخلاقي أنا. أنتي أهلك علموكي العنصرية، شوفت النفس، علموكي ارفعي خشمك على خلق الله، لا تحترمي أحد. أنا أحمدك يا رب، أحمدك وأشكر فضلك، ماما وبابا ما علموني هذا الشيء. سبحانك يا رب إنك جمعتني فيها في القناة، ولا قادرة إنها تكتب اسمها ولا حرف واحد من اسمها، ولا قادرة تقول لي أنا البنت اللي كنت أعرفك. أنا عاملتك بأخلاقي زمان،
اليوم أنا بعاملك بأخلاقي، أنا ما تغيرت. يا ترى أنتي الدنيا غيرتك؟ يعني أنا الآن لو قابلتك هتكوني نفس الأسلوب ونفس الكلام ونفس نفس كل شيء يعني؟ عارفة شيء، أنا عمري ما ارتحت في التعامل معك، عمري، لكن كنت أجاملك، والله إلى اليوم أنا إنسانة أجامل، أنا إنسانة مجاملة. أنا ما ارتحت معاكي أبدا، ما كنت أقدر أفهم إيش هذا الأسلوب اللي تتعاملي فيه. بريئة على نياتي وطفلة. قولي هاي، قولي هاي، قولي هاي، هاي 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 هاي. ما في هاي، ما في هاي. أكتر من مرة غلطي في حقي، ما رديت عليكي، مش عشان أنا ضعيفة أو جبانة أو خوافة، لأني عمري ما كنت لا ضعيفة ولا جبانة ولا خوافة. أنا بالعكس، ده أنا لما أعصب أكسر الدنيا، ما في أطول من لساني. أنا كنت أستغرب من أسلوبك معايا ومع الكل. طولتها عليكم معليش، ودخلتكم في مشاكل شخصية، حاجة مالكم فيها ولا من قريب ولا من بعيد. اللي جاء صداع يا جماعة ياخذ له مسكن. أنا أصلا أبغى أختم الفيديو النكد ده. كل الظروف في العالم فيها حاجة كده مش مفهومة، يعني فيها حزن، فيها نكد، فيها ضيق. أروح أنا كمان أزيد عليكم وأعمل لكم فيديو نكد زي ده؟ مو معقول. لكن معليش، أنا آسفة، سامحوني. هي جت معايا كده. يا رب ما أكتشف أحد تاني بيتفرج علي وساكت. أنا هختم الفيديو وهقول لك جملة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي للمرة الثانية، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي للمرة الثالثة. إذا زعلتي من كلامي مش مهم، ازعلي، أنا كمان زعلت وأهلي زعلوا. أسلوبك يزعل، كلامك يزعل. أنا الآن قلت حسبي الله ونعم الوكيل، أنت تقدري تقولي علي حسبي الله ونعم الوكيل؟ لا. حتى لو رحتي مكة، حتى لو رحتي دعيتي عليها في الحرم، في هذا المكان الطاهر، في هذا المكان المبارك المجاب فيه الدعاء، دعيتي علي، ربنا مش هيستجيب لك. عارفة ليه؟ لأني ما غلطت في حقك ولا ظلمتك ولا شوهت صورتك، والله أعلم. هذا اللي عرفته، لسه اللي ما عرفته الله أعلم. الله أعلم لو عرف، يعني هو حاجة يعني. يا رب ما يطلعوا لي ناس زيك مرة تانية، ناس شبهك كده يا رب، وما يطلعوا لنا غير الناس الطيبين. يا رب ما يطلعوا لي غير ناس طيبين. مع السلامة يا جماعة، أنا بودعكم. أنا أعتذر لأي شخص يعني اتضايق لأنه يسمع الفيديو ده. أنا نصيبي كده، دائما يطلعوا لي ناس مش مفهومة، ما حد يعرف ايش يبغوا يعني. أنا مرة قريت، مر علي في حياتي أوقات ربنا يحط الناس الوحشة في طريقنا عشان نتعلم الدرس. أول ما نتعلم الدرس يطلعوا من حياتنا خلاص. أنا دخلوا حياتي ناس وحشة كتير كتير. يا رب الناس الطيبة تدخل حياتي، تدخل حياتكم انتوا كمان. مع السلامة، باي.